في الكيك شنو غادي نديرو باش هاد الشوكولات هذا ما يهبطش لتحت ديال الكيك، يعني يبقى القوام ديالو في الجوانب ديال الكيك وفي الوسط وفي كل شيء. غادي نضيف هذا ودرت له واحد شويه ديال الدقيق ونفطو. هنا علاش درت البنات الدقيق ودرت الزبده؟ لان هذا المول هذا فيه هاد التفاصيل هادو كما كتشوفوا، باش نتفادى ان الكيك ديالي يحصل لي في هاد الزوايا هادو كما كتشوفوا هنايا. درت له الزبده والدقيق صافي. غادي نفرغ الكيك ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم اسهل والذ كيكه اللي هي هاد المكونات اللي كتشوفوا معايا هنايا، وغادي تتابعوا معايا طريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه بالنسبه للبنات اللي دائما اللي قراب لي انا كيسقسيوني علاش الكيكه كتطلع لك بزاف وكتجيك مزيونه وكيجيك المذاق ديالها زعما لذيذ وهشه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه التحضير وغادي نوري لكم المقادير ان شاء الله اللي كتشوفوا معايا هنايا. طريقه سهله وبسيطه ومكونات يعني متناول الجميع. اللي هنا غادي نحتاجوا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر ونصف كاس، وكاس ديال دانون ديال بنكهه الفريز او بنكهه الفاني او بنكهه الليمون، اي نكهه كتفضلوها. وعندي 5 بيضات، عندي 20 غرام ديال الخميره، وغنزيد معلقه اخرى ديال الخميره صغيره، وعندي هنايا معلقه ديال الفاني بودره، وغندير معلقه ديال الخل، وهنايا غادي ندير الكاكا حبيبات ديال الشوكولا. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش غادي نديرهم وما غاديش يهبطوا للقاع ديال الكيكه. غادي نديرهم بواحد الطريقه غادي يبقاو يعني في الوسط وغيبقاو الفوق ان شاء الله يا ربي. وهنايا غادي ندير الكيكه ديالي في هذا المول هذا اللي صراحه كتجي مزيونه بزاف وكتجي الشكل ديالها كيجي هماوي. هانتوما غنشارك معكم الطريقه ان شاء الله باذن الله. غادي ندير 5 ديال البيضات في هذا الاناء هذا ونضيف عليهم السكر، وهانتوما غتشاهدوا معايا كلشي ان شاء الله. غادي ندير البيض. هنا البنات انا واحد اليد كنصور به واليد الاخر راه غادي نخدم به، المهم قبلوا عليا. هنا البيضه الثالثه، هذه الرابعه. الصراحه بالنسبه للكيك بزاف ديال الناس كيتشكاو من انهم ما كيطلع لهمش الكيك. منها صراحه بزاف ديال العوامل، يا اما ما كيعطيوش الكيك الخاطر ديالها زعما يخدموها مزيان، او لما قلتو في الكيك الطحين ناقص كتقدر الكيكه كتطلع لكم في الفران ومن بعد كتعاود تهبط. هذا هو المشكل اللي كيهبط الكيك. هنا غادي ندير كاس ديال السكر. بالنسبه للسكر البنات كيبقى يعني على حساب الذوق ديالكم. انا درت كاس ديال السكر على وزن 100 غرام وزدت نص كاس صافي. غادي نخدم السكر مع البيض مزيان ومن بعد نضيف المكونات يعني المتبقيه. غادي نخدم البيض والسكر. هنا كما كتشوفوا ما خدمتش زعما البيض والسكر بزاف حتى يضاعف الحجم ديالو او يتبدل اللون ديالو، غير خدمت باش يذوب السكر. وانا غادي نضيف عليه الزيت ونخدم عاود واحد شويه باش يندمج الزيت مع باقي المكونات. خدمته غير باش يندمج هنايا مع الزيت والبيضات. هنايا غادي نضيف الحليب. طريقه سهله بزاف البنات، وصراحه كيجي القوام ديال الكيكه طالع وكتجي لذيذه. هنايا غادي نضيف دانون. هانتوما ما تقولوش راه خدامه غير بيد واحد. هنايا غادي ندير داك الماء اللي كيكون في دانون هنايا في هذا الكاس. هنا درت الحليب ودرت دانون فاني، دانون ديال الفريز. تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو، ما تقيدوش مثلا بالنوعيه اللي درت انا. وغادي ندير فاني بودره. تقدروا ديروا الشاسي ديال فاني ديال يعني سكر فاني، داك الشاسي اللي كيجي بحال السكر. وصافي غادي نخدم عاود هاد المكونات.
هنا من بعد ما خدمت هاد المكونات هادو غادي نزيد معلقه صغيره ديال الخل. هنا من بعد ما درت معلقه ديال الخل دابا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، وغنعطيكم الكميه بالضبط شحال دخلت شحال خدات لي الكيكه اللي درت فيها 5 ديال البيضات. وهنايا مثلا بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا كيفاش نقدروا نعرفوا بان الكيك ديالنا صافي، ما نقدروا نزيدوا له لا دقيق لا حتى شي حاجه، اولا زعما نخافوا يمكن نكونوا نقصنا الكميه ديال الدقيق. غنعطيكم واحد المعلومه اللي تقدروا تاكدوا من انكم ما تقدروا تزيدوا الدقيق ولا تنقصوا ان شاء الله يا ربي. درت الخل، غادي نزيد كاس الاول ديال الدقيق على وزن 100 غرام. هذا زيد واحد شويه على كاس عنبه تقريبا بحال هكذا. الكاس الاول، الكاس الثاني، وغادي نضيف الخميره ديال الحلوه ندير وحده على وزن 20 غرام، وغادي نزيد معلقه صغيره. ها نتوما غتتابعوا معايا. بالنسبه للخميره صراحه ليها دور مهم في اعداد الكيك، اي نوعيه ديال الكيك. هنايا درت خميره على وزن 20 غرام، وغادي نزيد معلقه صغيره. صافي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. هنايا درت الكاس الاول والكاس الثاني ديال الدقيق، غنزيد الكاس الثالث، وغنزيد الكاس الرابع. بالنسبه لهاد الكاس البنات صغير على الكاس اخر، يعني تقدروا كاس ونص ديال الطحين، غتزيدوا كاس ونص ديال الطحين، بمعنى ان درنا 3 د الكيسان ونص ديال الدقيق. وغادي نخدم مره اخرى. قلنا هنايا شحال درنا ديال الدقيق؟ درنا 2 د الكيسان 3 د الكيسان ونص ديال الدقيق. هنا بزاف د الناس غادي يتسائلوا كيفاش نعرف ان الكيك ما غاديش يهبط لي في الفران. هنايا غادي نهز الطراب ديالي، غادي نهز الطراب بحال هكذا، غادي نعمرو بالقوام ديال الكيك، وغادي نرسم رقم 8. هنا اذا طلعت رقم 8 مزيانه، يعني ما كتهبطش، هنا غادي يكون الكيك ديالنا جاهز وما غادي يكون فيه حتى شي مشكل. واذا كان خفيف شويه يعني ما كترسمش على قول لا اله الا الله، غادي نوقف التصوير ونرجع لكم. هنا البنات بعد ما كملت الكيك ديالي اختاريت انني نديرو في هذا المول هذا. نتوما تقدروا ديروا اي مول متوفر عندكم. هنا دهنته بواحد شويه ديال الزبده ودرت له واحد شويه ديال الدقيق ونفتو. هنا علاش درت البنات الدقيق ودرت الزبده؟ لان هذا المول هذا فيه هاد التفاصيل هادو كيف ما كتشوفوا، باش نتفادى ان الكيك ديالي يحصل لي في هاد الزوايا هادو كيف ما كتشوفوا. هنايا درت له الزبده والدقيق. صافي غادي نفرغ الكيك ديالي. طريقه سهله البنات، يعني شاركت معكم بالتفاصيل باش ان شاء الله يا ربي كل شيء ينجح معاه الكيك. القوام ديالو خصو يكون فحال هكذا، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. يعني قلت لكم في الاول الا درتوا الكيك خفيف بزاف هذاك هو المشكل الاساسي اللي كيهبط الكيك ديالكم. كيكون خفيف كتدخلوه الفران كيطلع كل شيء، من بعد كيعاود يهبط، يعني كتكون الكميه ديال الدقيق فيه ناقصه. وكذلك حتى الخميره، الكيك ضروري العامل الاساسي ديالو باش ينجح لكم الكيك خصو الخميره، يعني الكميه اللي تكون يعني مهمه. وصافي هنا غادي ندخلوا الفران مشعول على درجه حراره 170 بالنسبه للفران ديال كل واحد، يعني انتي وكيفاش كتعرفي الفران ديالك كيفاش كيخدم لك الكيك ديالك. غادي نشعلو من التحت فقط، ومن بعد منين غادي يبدا يتحمر لي من الجناب غادي نشعل عليه من الفوق، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله يا ربي باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. هنايا كاضافه في الكيك غادي ندير الشكلاط الحبيبات اللي بحال هذا الشكل هذا. هنايا البنات بزاف ديال الناس مثلا كيديروا الفواكه اولا كيديروا المكسرات وكيهبطوا لهم في الكيك. شنو غادي نديروا باش هاد الشوكولات هذا ما يهبطش لتحت ديال الكيك، يعني يبقى القوام ديالو في الجوانب ديال الكيك وفي الوسط وفي كل شيء؟ غادي نضيف الدقيق،
غنضيف الدقيق على الشوكولاته ديالي بحال هكذا، واحد الكميه لا باس بها، وغادي نخدمها بيدي حتى يتلبس الشوكولاط بالدقيق. من بعد غادي نديرها على الكيك ديالي. من بعد ما فرغت الكيك ديالي في المول، غناخذ ديك الحبيبات ديال الشوكولاط ونفطهم شويه من الدقيق، وغادي نوزعهم بحال هكذا. ما تخافوش من هذا الدقيق هذا اللي بقى الفوق. هنا من بعد ما درت الشوكولاط ديالي غناخذ واحد السكين اولا كوردون هكذا، غنبقى نلعب الشوكولاط ديالي بحال هكذا حتى يدخل لداخل بهذه الكيفيه هذه. تنحس بان الشوكولاط كامل توزع لي في الكيك ديالي بحال هكذا. صافي، دابا الكيك ديالنا جاهز باش ندخلوه الفران. انا غنقلب معكم باش تشوفوا ان شاء الله الكيكه كيفاش جات. شوفوا معايا هنايا باش قلت لكم درت الزبده والدقيق باش ما تلصقش، واخا هكاك راه تلصقات لي هنا. شوفوا معايا هانتوما البنات، شوفوا كيفاش جات عاليه، شوفوا تبارك الله وهشيشه. شوف هنايا بالنسبه للشكل ديالها تقدروا تكتفيو بها بحال هكذا، اولا تزينوها من الفوق دهنوها بالكونفيتير اولا بالعسل، وتزينوها هكذا باللوز ايفيلي هكذا حمرت واحد شويه في المقله وديروه من الفوق، اولا ديروا خطوط ديال الشوكولا. نتمنى ان شاء الله الوصفه تنال الاعجاب ديالكم.